أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين ومتابعين زواج أونلاين. يا رب يكون الجميع في أتم صحة وأحسن حال. وبنقدم لحضراتكم عرض جديد من عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج التواصل معنا. وبنأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة على الفيسبوك. هتلاقي الرابط بتاع الإيميل موجود في الوصف بتاع القناة. وفي الحالتين إذا كنت بتتواصل معايا على الإيميل أو على اليوتيوب هيتم الرد على حضرتك أو على استفسارك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. ونحن نقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل مادي. فربنا قدرنا اللي احنا نقدر نساعد كل الجادين الراغبين في إيجاد شريكة العمر المناسبة أو شريك العمر المناسب بإذن الله. وبحب أفكر حضرتك أو حضرتك لو بتشوفيني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدك في إيجاد الزوجة المناسبة أو الزوج المناسب إن شاء الله. نبدأ عرض النهاردة ونقول مواصفات العروسة. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا. وبحب أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول لهم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم. وبحب أفكر حضرتك أو حضرتك لو بتتواصلوا معايا على اليوتيوب وبتبعتوا رسالة فيها استفسار أو أي طلب، يا ريت بعد ما ترسل رسالة تعمل لايك للفيديو عشان الرسالة تظهر ليا بسرعة واشوفها واقدر اتواصل مع حضرتك او ارد على استفسارك في اسرع وقت باذن الله. أرملة مؤهل عالي، تعمل في وظيفة حكومية محترمة ولها دخل ثابت، لديها أولاد متزوجين وكل واحد بيعيش حياته وكل واحد في بيته مستقر في بيته، وهي بترغب في الزواج من شخص محترم يتقي ربنا فيها ويصونها ويكون أرمل زيها ومواصفاته قريبة من مواصفاتها أو شبيهة لمواصفاتها، لأن هي من بعد زواج أولادها فحاسة بالوحدة وهي عايشة لوحدها، فبترغب زي ما احنا قلنا بشخص يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها. فربنا بإذن الله يرزقها بشخص ابن حلال. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة السويس، السن 50 سنة، ولا ترغب في التعدد لظروف خاصة بها. موضوع زوجة تانية ده هي مش موافقة عليه. وزي ما احنا قلنا هي عايزة شخص أرمل ما يكونش عنده أولاد أو يكون عنده أولاد متزوجين ويكون سن مناسب لسنها. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به. يكون رجل محترم وعلى خلق، ملتزم ومصلي، يكون أرمل وقريب جدا منها في السن، يكون سن مناسب ليها، ما يكونش فرق السن بينهم كبير قوي وده من أهم شروطها. وللجدية في طلب الزواج منها يا ريت يكون من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها، لأنها لا ترغب في الإقامة خارج محافظتها. ولو هو من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها هي ما عندهاش أي مشكلة اللي هو ممكن يكون معاها في شقتها الخاصة بها، لأن زي ما احنا قلنا هي بتقيم بمفردها منذ زواج أولادها. ومن أهم شروطها إن هو يكون شخص متيسر وميسور الحال، ما يكونش موظف، لا يكون شخص متيسر وميسور الحال، عنده دخل ثابت وحالته المادية كويسة جدا، وده من أهم شروطها. مش طمعا منها في مال أو في أملاك، لا هي كل اللي بترغب بيه إن هو يكون شخص حالته المادية زي حالتها المادية، وفي نفس الوقت يكون حالته الاجتماعية زي حالتها الاجتماعية، لأن هي زي ما احنا قلنا يعني موظفة في وظيفة مرموقة جدا، وفي نفس الوقت هو جوزها طارق لها أملاك وهي متيسرة ماديا جدا جدا. فربنا بإذن الله يرزقها بالزوج الصالح اللي يتقي ربنا فيها ويصونها. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا.